ما تضغطنيش ان انا اعمل حاجه انا مش عايزه اعملها بعيده لا مش زي ايه، مش هتستفزيني. مساء الخير مشاهدي الكرام في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج المناظره، راي وراي اخر، اتفاق واختلاف. برحب بضيوفي في الاستوديو. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن نبذه بسيطه عن حضرتك؟ هو انت مش عارفه يعني انا ضيفتك مين؟ استاذه هبه. اوكي، انا هبه الجرحي، اذاعيه بس انا ما اعرفش انت شغاله ايه. يعني انا اللي اعرفه استاذه هبه الاسامي بس عشان تصريح الدخول في المدينه. اما غير كده انا ما اعرفش حاجه شغاله ايه، ما اعرفش خاص حضرتك. انا مذيعه في الاذاعه. بجد؟ ايه ده؟ فين؟ في اذاعه خاصه مصريه. مش عايزه اقول يعني عشان بس ما يبقاش مش معروفه قوي الاذاعه يعني. لا معروفه طبعا. بس ما يبقاش اذاعه وتلفزيون يعني. بس وايه كمان؟ مش ده المهم عندنا في الحلقه. احنا بنعرف الضيوف يعني ايه علمهم، ايه الدراسات، ايه الابحاث. انا درست في كليه اداب جامعه القاهره، قسم لغه فرنسيه. واشتغلت في الميديا يمكن اكتر من 15 سنه في اذاعه وتلفزيون واداره برامج. واشتغلت في الماركتينج والكوميونيكيشن والعلاقات العامه يعني كده يعني. نورتينا يا فندم. ميرسي. طيب دكتور شريف، ممكن نبذه عن حضرتك؟ دكتور شريف عبد القادر. عملت الدكتوراه بتاعتي في الديجيتال ميديا من جامعه ييل. و ودلوقتي بعمل البودكاست بتاعتي في مصر اسمها خليك سامعني، وبتتكلم شويه على الصحه النفسيه وازاي تقدر تواجه الحياه بابتسامه كويسه، ازاي تقدر تعامل الناس اللي حواليك كويس بالرغم من الظروف وحاجات زي كده. لان انا حاسس ان المجتمع محتاج دلوقتي ان احنا بقينا قاسيين قوي على بعض يعني، دي رسالتي في الحياه، ازاي نقدر نتعامل مع بعض بطريقه افضل من كده. سلام نفسي يعني. بالظبط. نورتنا يا فندم. متشكر. طب خليني ابدا مع حضرتك كده في البدايه واسالك ايه التحديات اللي بتواجه الاذاعه المصريه في هذه الفتره الحاليه؟ يعني هي ما نقدرش نقول تحديات، يعني احنا بصي الاذاعه دي موجوده عندنا ومرتبطه بوجداننا من بدايه الاذاعه المصريه من سنه 34. يعني هي معانا بقى لها 90 سنه. الاذاعه بقى 90 سنه؟ الاذاعه المصريه. انا بتكلم على الاذاعه المصريه. راي حضرتك ايه يا فندم في الموضوع ده؟ انا بصراحه يعني مع كامل احترامي لاستاذتنا يعني، بس انا شايف انه دلوقتي العالم اتغير 180 درجه، يعني من عصر التلفزيون والاذاعه خلاص ده يعني حاجه عاف عليها الزمن. دلوقتي بقى الاتجاه كله للديجيتال ميديا، وازاي اقدر اوصل للناس من خلال كل واحد دلوقتي خلاص بقى معاه التلفزيون بتاعه في جيبه يعني. فانا ما بقتش محتاج الاذاعه الطبيعيه، خلاص الموضوع قدم قوي. دلوقتي انت ممكن في مكانك تعمل ممكن دلوقتي واحنا قاعدين اطلع الموبايل اعمل بودكاست. بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي يعني؟ لا غير الذكاء الاصطناعي ده عالم تاني ممكن نتكلم فيه بعدين. بس دلوقتي انا اقدر اوصل لك في اي حته بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله، مش محتاج راديو، مش محتاج تلفزيون. بس في ناس ما تقدرش تستغنى عن التلفزيون، ما تقدرش تستغنى عن الراديو. لا دول ممكن الناس اللي يعني اظن اللي هم فوق السن ال70 ال80، الحاجات اللي هي الناس اللي كبرت على الموضوع ده. لكن الاجيال الجديده دلوقتي لا، الوضع اختلف تماما. انا اتفق مع حضرتك فعلا في هذه النقطه، لان فعلا دلوقتي شويه ومش هيبقى فيه اصلا مهن كتير، خلاص هو الموبايل ده شاشتك تقدر تتكلم منه وتشوف منه. متفق معاكي بكل المقاييس. يعني زمان كنت بتحتاج كاميرا مان يصورك، تحتاج مش عارف حد بتاع صوت يسجل لك، دلوقتي بالموبايل انت تعمل كل حاجه. انت ممكن تبقى نجم نفسك بمنتهى البساطه، دي عن تجربه. يا فندم. طب رايك ايه يا استاذ هبه؟ انا مع الدكتور طبعا في جزء وفي جزء لا. يعني طبعا دلوقتي التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه بقى يخلينا نستغنى عن حاجات كتير قوي. يعني بدل ما تشوفي مسلسل في رمضان على التلفزيون ممكن تشوفيه من على الموبايل ورا بعضه من غير اعلانات ومن غير يعني فاهمه قصدي؟ فاهمك. لكن انا بحكم شغلي ايه بقى بموضوع الموبايل؟ موضوع الموباil يعني المسلسلات، يعني انا شايف ان حتى يمكن شويه كمان المسلسلات تندثر. يعني احنا كل شويه عمالين صناعه الدراما. هنتفرج على ايه يا فندم؟ هنتفرج على الناس اللي زي البودكاست اللي زي اللي انا بقدمها مثلا، هي الحاجات اللي بتتجه اكتر لازاي اكون انسان احسن. يعني دي دلوقتي بقى فيها يعني. اقبال عالمي عليها، اقبال عالمي. فانا شايف انه ده المستقبل هناك، خصوصا في ان الذكاء الاصطناعي ابتدى يسيطر على العالم كله، واحنا دلوقتي ابتدينا نفقد انسانيتنا. فالكلام عن النفس البشريه والسعاده ومواجهه الصعوبات هو ده اللي هيبقى مكمل معانا. هو انت اسمك ايه؟ نعم اسمك ايه؟ هو حضرتك جايه البرنامج بتاعي مش عارفه اسمي ايه؟ لا للاسف. يعني ايه لا للاسف؟ مش عارفه اسمك، ما حدش قال لي على اسمك. طب هنطلع فاصل ونرجع نكمل المناظره.
يعني ايه مش عارفه اسمي؟ يعني عايزه اعرف انت بتهزري كام جد؟ لا بتكلم جد. هي المعده اللي كلمتك ما قالتلكيش اسمي؟ ممكن ميه يا جماعه بعد اذنكم؟ انت انا لو مركزة كده، منك ركبي ما اقبلش المايك، ممكن برنامج تجيب لي ما دام مية انت ما يعني. تعرفيش اسم المذيع. ما هو انا جيت بس عشان المعده غاليه عندي لا غاليه عندك تقعدوا في كافيه تاكلوا وتشربوا مع بعض، مش تيجي تجامليها وانت مش عارفه اسم المذيع. احنا المناظره ده الموسم الثالث ليها. لو حضرتك دارسه عن المذيعه اللي انت رايحه تتعاملي معاها او تتكلمي معاها عشان حتى تشوفي اسلوبها تاخدي خلفيه، ما كنتش سالتي السؤال ده. اصل انت لو مذيعه وبقالك 3 مواسم بتعملي برنامج لازم تعرفي ان لما الضيف اللي عندك يتكلم تسمعيه للاخر وتديله فرصه يتكلم. ما ينفعش انا اكون بتكلم معاكي عارفه انا ليه هسمعك لحد اخر كلامك؟ ميه يا جماعه. عارفه ليه هسمعك لحد اخر كلامك؟ لان انت بتقولي كلام ملوش علاقه اصلا بالصحه. لما يكون كلامك فيه علم او رساله اسمعك لحد الاخر. اما انا فجاه لقيت ان الحته هتخش حته قديمه فاخد راي الضيف. قديمه في ايه؟ ايه قلت قديمه اذاعه و90 سنه 90 سنه ايه؟ ماضي كل احنا ده في ماضي. تكنولوجيا دلوقتي. انا دلوقتي لحد فاتحه التلفزيون انا بكلمك بجد، يعني بنتكلم كزمايل حتى يعني على المستوى الشخصي بيني وبينك. ما ينفعش تيجي برنامج تقولي اولا مش عارفه اسمك، غير بقى لو انت شلتها لي فبتردها لي، مع ان انا فعلا ما كنتش عارفه حضرتك بتشتغلي ايه، بس كانت نيتي صافيه. اما حضرتك بقى شايلها لي وبتردها لي فده انت اصلا سايبه الموبايل مفتوح واحنا في الهواء. سايبه موبايلك مفتوح واحنا شغالين. ده المنبه يا فندم، ده المنبه. والمنبه كده عادي. انا مش مصدقه خالص. هو حضرتك عايزه تقعدي مكاني؟ انا بجد بصراحه انا من ساعه ما دخلت وانا شايف ان حضرتك متضايقه وبتبصي لي نظرات غريبه وبتبصي لها كمان نظرات غريبه. انا مش عارف حضرتك جايه متضايقه ليه بصراحه. انا اللي متضايقه يا فندم. حضرتك انا من يعني ساعه انا كنت معاكي لما كل ما ابص على حضرتك الاقيكي بصه لي ومكشره لي. انا ما اعرفش يعني هل لو انت متضايقه ان هي بتديني مساحتي وبتنجمني دي اكيد لا طبعا. امال ايه يا فندم ما حضرتك بتعامليني كده ليه؟ حبيبتي انا بكلمك انت قطعتي كلامي ورحتي وجهتي سؤال تاني عشان حاسه ان احنا هنطول في حته وده وقت برنامج. ما طولناش. انا لسه ما كملتش اصلا الجمله. لا كملت. انا بديك. انت اصلا عارفه ان الاذاعه المصريه بقى لها 90 سنه. انا مالي ولا الاذاعه المصريه؟ امال انت جايباني ليه؟ انا مالي ولا الاذاعه المصريه؟ انت جايباني ليه هنا عشان دلوقتي؟ عشان نتكلم في الجيل المواكب للتكنولوجيا دلوقتي. انت ما قلتيش كده حبيبتي. انت ما قلتيش كده. بنتكلم على الاذاعه المصريه. انت مش مذاكره كويس يا اما الاعداد مش مذاكر كويس. لا هو حضرتك اللي مش فاهمه السؤال فمش عارفه تجاوبي عليه. لا انا فاهمه كويس قوي السؤال. دكتور حبيبتي انا بس عايزه افهمك. اسئلتك مفهومه جدا جدا وده اللي احنا اتفقنا عليه. ثواني. ده اللي احنا اتفقنا عليه. اسئلتي مفهومه؟ مفهوم. مش هقدر اكمل كده. مفهومه واحده اللي احنا اتفقنا عليه قبل ما نبدا. انت بتشاوري لي انا عشان بتكلم معاه حبيبتي. انا سنك ده كنت بدرس له في الجامعه. كنت بتدرسي له في الجامعه؟ ميديا. يعني ايه ميديا ويعني ايه احترام الضيوف ويعني ايه نسمع للضيف. ما ينفعش نشاور للضيف. انت كنت بتدرسي في الجامعه. انا كنت عامله برنامج وقاعده حاطه على رجلي وجايبه دكاتره الجامعه احاور معاهم. ما هو هي مش غلطتك. اما غلطتك بما ان انت كنت قاعده على الكرسي ده وبتحاوري الناس اللي انت بتقولي عليها دي فللاسف هي مش غلطتك انت. اما غلطتك هي الغلطه في اللي جابك قعدك على الكرسي ده. لا حضرتك بتغلطي بقى في الاعلام والمسؤولين عن الاعلام. يبقى حضرتك ممكن تتحاسبي. ما ينفعش توجهي اتهام. يا ريت تجيبي لي حد يحاسبني. انا قاعده مستنيه. هو حضرتك ليه خليتي فجاه البرنامج عدواني كده؟ انا ما خليتش حاجه. غيره مثلا. انا طول عمري اسمع معلش يا دكتور. انا طول عمري اسمع ان البنات بيبقى في غيره ما بينهم. عمري والله. امال ايه اللي حضرتك بتعمليه؟ البرنامج كان ماشي. لا سؤال انا هغير الحوار ده. هغير منك ليه؟ سيت امبوسيبل جامي. بجد انا مش مصدقه. جامي سيت امبوسيبل وجامي. انا اتوترت جدا بصراحه. انا مش عارفه متوتر علشان احنا مش جاي. انا مش جاي الصراحه اسمع خناقه بنات. مش جاي اسمع خناقه بنات. انا جاي متفق معاكم على مساحه معينه اقدر اقول فيها الكلام اللي عندي. انا مش واخد المساحه دي. انت عارفه ان احنا متفقين على ده من قبل ما اطلع. خلاص حاولت اديك المساحه. الاستاذه القديره اللي بتدرس في الجامعه ما ادتنيش فرصه ان انا اقولها. مش مشكلتي. طبعا هنرجع من الفاصل احنا متفقين على ايه من قبل ما نبدا. لا انا مش هكمل بالوضع ده ابدا. على فكره وضع ايه فندم؟ اللي انتوا بتعملوه ده مش حضرتك اللي عملتيه. انا ما عملتش البرنامج كان مستمر. بسمع راي الضيف فجاه قطعتي خليتيني اطلع فاصل وانا مش عايزه اطلع فاصل. سؤال. ينفع يبقى ضيف عندك بالراحه كده وبهدوء؟ ينفع يبقى ضيف عندك انت دلوقتي مذيعه معروفه وكبيره وحد استضافك في برنامج ينفع وانت بتتكلمي حد يقطع كلامك ويوجه سؤال لضيف تاني؟ هتتضايقي ولا لا؟ حضرتك ده حصل الكلام اللي هي بتقوله ده. مبدئيا انا اصلا مش هروح لحد برنامج وانا عندي البرنامج بتاعي زي ما انت بتعملي. ليه؟ انا مش هروح لحد برنامج. ليه؟ اللي عايز يجي لي. لا يا حبيبتي ايه المشكله؟ انا ليه بتروحي؟ انت بتروحي عشان بالعكس. لا انا ما اروحش لحد ابدا. انت بتروحي عشان انا ما اروحش. حضرتك بتروحي وقبلها على نفسك عادي. طبعا انت لو مكانها هتروح. انا بس عندي سؤال. حضرتك دافعه باكج هنا ولا لا؟
باكج ايه؟ لا طب حضرتك الاستاذه بقى واضح ان ما حدش رساها على الدنيا هنا بتمشي ازاي. خلاص انا كده انا الوقت انا الجاي تبع دلوقتي معد بتضرب. مين؟ ثواني بس. أنا الوقت دلوقتي الجاي تبع معد مين؟ الهام. قالت لك على الباكج ولا بعد الحلقه قالت لك تتكلمي؟ يعني ايه باكج؟ مش فاهمه. حضرتك احنا عندنا في البرنامج هنا 3 باكجات. انت حضرتك عايزه تطلعي تتبروزي بتدفعي 25000 حلقتين. لو حضرتك عايزه تتبروزي اكتر 4 حلقات ب 45. لو حضرتك عندك محتوى وعندك مثلا كتاب او اعلانات عايزه تنزليها ب 60000 جنيه، وممكن ان هو يعني طبعا مع احترامي ليكي او مع احترام الضيف اللي قدامه ممكن نقلل من الضيف اللي قدامه. معلش طب انا بقى بالنسبه لي انا واخد بتاعت ال 45 ودي حلقه كده اتحسبت عليا. إحنا لان انا كده هنكملها انا يا فندم، ما خدتش هنكملها. وقت، انا لغايه دلوقتي ما خدتش وقتي والاستاذه إحنا عماله بتقاطعنا هنكملها. كل شويه وعمالين تتخانقوا مع بعض. ده إحنا هنكملها. يعني دي بقى يعني ان بروفيشناليزم بشكل مش طبيعي. ان بروفيشناليزم. لا 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 تمام. لا لا تمام. هو مش عارف اصلا يقول الكلمه. لا لا يعني لا. المفروض ان انا اختار الباكج وحضرتك لو هاخد سمحتي على حسب- ما تتريقيش هاخد على الشخص أعلى اللي قدامك. باكج. بعد اذنك ما تخليش على الباكج بكام؟ اللي انت قلتي عليه اعلى. 60,000. لو في ب 100000 اوكي. طيب اوكي ادفعي. استاذ عبد الناصر الدور الثاني. يعني اسيب البرنامج واروح ادفع ولا إحنا بعد فاصل. إحنا ولا فاصل. بعد إحنا البرنامج؟ فاصل. سيبي البرنامج. طيب هشوف هخلي بس لا انا ممكن ابعت لحضرتك حل. لا انا انتاج طب حضرتك الباكج اللي انا متفق عليها ايه وضعها؟ هنظبط الدنيا. إحنا يعني ممكن هنظبط نخلي الدنيا فيه ازاي؟ طب ممكن ثانيه يا فندم. لو هتعوضها لي في حلقه ثانيه ممكن ساعتها نتكلم. ممكن تبعت لي حد من عند عبد الناصر؟ ابعت لي حد. اتفضل. الاستاذه عايزه. اتفضل معانا. الاستاذه عايزه. طب حضرتك بتضحكي على ايه؟ مش عارفه. بجد والله ما بضحك. بتضحكي على ايه؟ على فكره انا بجد انا في فلوس بتاعتي بتضيع ايه دلوقتي. الاستفزاز ده؟ هات لي حد من قسم الماليه فوق. حضرتك ضحكك يعني على وضع اللي قدامك سيء. ده مش حاجه لطيفه خالص. صدقني مش حاجه لطيفه خالص. انا مش فاهم ايه اللي بيضحك حضرتك. انا شايف بضحك النضاره مكتوب عليها نكت علينا؟ حاجه مكتوب عليها نكت. طب بصي اتكلمي باحترام. بتضحكوني قوي. اتكلمي باحترام والله. بصي لقيت بعيد بقى انا مذيعه. اتكلمي باحترام. بصي مش هسمح لك وممكن يعني شويه ما تضغطنيش ان انا اعمل حاجه انا مش عايزه اعملها. بعيده لا مش زي ايه. مش هتستفزيني. لا انا مش هسمح لك تستفزيني خالص على ماشي. فكره ما فيش بيني وبينك حاجه عشان استفزك. وانا حاسه بتتكلمي بطبقه صوت مش صوتك. ما تتكلمي بصوتك الطبيعي. ايه ده؟ طبقه صوت مش صوت. الاذاعه بقى بتتكلمي ممكن بصوت الاذاعه الدلع ممكن الاذاعه والمؤثر تكون مين في معانا؟ البودكاست بنتكلم بصوتنا العادي كاننا بنتكلم كده عادي. يعني ده برضو من الفروقات ممكن نبقى نتكلم عليه بعد الفاصل. ما انا فوق ال70 زي ما هو قال. ادهولي اندهولي. طب صحة البنت ما اللي هي جاية، كلمتني ما هي جايه وقعدت تتحايل ما هي جاية. عليا عشان اجي. قعدت تتحايل عليكي عشان تيجي. قعدت تتحايل عليا. قلت لها ما بطلعش في برامج كده مجهوله ما اعرفش مين. بصي انا ما اسمحلكيش تتكلمي بالاسلوب ده. انا مش هسمح لك. انت قاعده في البرنامج بتاعي في القناه بتاعتي. بتاعتك. بتاعتي. القناه بطاعتك. بتاعتي. بس يا وانت فندم اتغضبت طب كده ما ليه؟ تشغليني- البرنامج واقف. ما تشغليني هو البرنامج عندك. ده حواقف ما ولا تشغليني هو ده برضو عندك في يعني البرنامج القناة. مجهول برضو مش كبير قوي. ما تشغليني عندك في اشغلك القناه. ايه؟ مذيعه زيك اتعلم منك. اتعلم الباكجز منك. بتاعتهم كويسه قوي عامه. يعني هي بتقبض كويس قوي. بجد والله بالدولار ما ولا شاء الله. الله اكبر. ما بالمصري؟ تقولش كده. تحسين جايه اصلا متكده خلقه. جايه متكده خلقه. في عندهم باكج بالدولار بس انا بدفع يا بالمصري. بنتي عيب كده. ما شاء الله بنقبض بالين الياباني. هنقول عيب اما تقولي متكاده. ما يصحش اللي انت اتكلمي بس بتعمليه. صوتك الطبيعي. انا مش عارفه اسمعك من كتر بتكلمي صوتك ما الطبيعي. هو ده صوتي الطبيعي. صوتك الطبيعي يعمل كده. انا رقيقه لا دي مش رقه. مش فالجر. لا دي مش رقه. لا والله هو ده صوتي لا الطبيعي. لا أنا مش رقة، كده. ده ادعاء. ده وبعدين حركاتك باين عليكي انت متوتره قوي. كل شويه تعدلي الجاكيت وتلعبي في شعرك وتروحي وتحركي الكرسي حتى. انا متوتره قوي ان انا قاعده معاكي في مكان واحد. ممكن نكمل الوقت بتاعي لو سمحتي. نكمل الوقت بتاعي. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين في برنامج المناظره ومعانا مداخله هاتفيه. الو ايوه مساء الخير. مساء الفل. معلش يعني انتوا حضراتكم ازاي مش عارفين الاستاذه هبه؟ انا مع احترامي يعني الحوار كله مش ظريف ومش كويس، والاستاذ اللي قاعد يعني ما انا مش فاهم فيه. لا ده طريقه، لا دي طريقه، ولا ده اسلوب. يعني انتوا مش عارفين يعني ايه اذاعه؟ لو مش عارفين اعملوا حتى سيرش كده على الانترنت وانتوا هتعرفوا. معلش لسه لا، جيل جديد. حضرتك ممكن تعمل مش حضرتك بقى ممكن تعمل لو بتستعمل الانترنت يبقى عمرك ما تستعمل لا حضرتك انت واضح ان انت لو يعني بتستعمل الانترنت يبقى عمرك ما تستعمل اذاعه. يا اما حضرتك بقى من بجد نفس الجيل والله. اللي احنا بنتكلم عليه بقى 70 سنه بقى 90 سنه ما اعرفش. انا عارفه الحركات دي كويس. يعني ما اقطع اعرفش يعني- ده ايه ده. يعني- اقطع اتصال. استاذتنا ممكن تقطعي الاتصال؟ احنا الحلقه دي من سيء وحضرتك لاسوء. دافعه لهم؟ طب انت بتدفعي اهو. من سيء لاسوء. لا انا مش عارفه استوعب اللي انتوا بتعملوه. انتوا ايه بتتكلموا اللي احنا جد؟ بنعمله؟ دفع لمين؟ انت مين مجنونه؟ الضيف اللي بيتكلم حضرتك؟ ايش ده؟ عرفني انا؟ اصل وأنا ازاي أول مرة يعني أشوف هو حضرتك يمدح فيكي كده يا النهاردة. فندم؟ هيمدح فيكي كده لله وللوطن؟ على انا بقول لك إيه؟ انا دافع قدمت لهم إيه؟ والموقف قدمت إيه عامل الإذاعة كده. المصرية؟ امال هو ازاي متصل بيمدح في حضرتك يعني؟ قدمت ايه الاذاعه المصريه؟ مش هعمل. اعمل ليه؟
وما جايه تعملي ايه يا فندم؟ انا جايه عشان انتوا محتاجيني معاكم في البرنامج، عشان يبقى برنامج ليه نطلع فاصل ونرجع نكمل برنامج المناظره. فين المعده بس عشان ما تنرفزش بقى. المايك هيقع، المايك يقع مش مشكله. هتدفعي ثمنه؟ هدفع طبعا، هدفع لك مرتبك 3 شهور قدام. بس ده بره الباكج بتاعتي، ماليش دعوه بالكلام كده ده، كده. انا هتحمل كده اللي انا كده. اللي انا اتفقت عليه بس. انت بتتكلمي بالفلوس وبتتكلمي بصوت غير صوتك وبتعملي اسلوب غير اسلوبك، انا مش مصدقه. انا نوتي. لا، فين يا ريت، المعده اللي كلمتني؟ استاذه نور بعد اذنك بعد كده يعني يبقوا شوفوا مين اللي هيجي قدامي في الحلقه، علشان اللي حصل ده مش اللي احنا اتفقنا عليه. انا على فكره يعني هو سهل قوي ان انا اغلط واشتم واقل ادبي، بس دي انت شخصيتي. انت غلطتي يا حبيبتي. يعني ايه حد ما أي يصحش اللي انت مين يا حبيبي؟ يا فندم حضرتك انا مش ابني عارفاني. سنتين، يعني انت سنتين كده وابني يبقى يا قدك. فندم حضرتك مش عارفاني، دي مش مشكلتي. انا مش عايزه دي اسمع مشكلتي صوتك. خالص. دمرتي لي الحلقه، هم حتى دلوقتي بيشتكوا لي ان دي فلوس ناس، مش عايزه اسمع صوتك. انت اتجننتي؟ اتكلمي عادل، اتكلمي عادل. مش عايزه اسمع صوتك لحد اخرسي. ايه مش عايزه مش اسمع عايزة صوتك أسمع دي؟ صوتك. انت مجنونه؟ مش عايزه اسمع صوتك. اندهولي ولا حد كلمة. هنا. ولا كلمه اهو. اتكلمي الناس بقى، اللي قاعدة اتكلمي ما اهري في نفسك بقى. بتتحركش دي. تن 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 تن. مش عايزه اسمع كلمه ولا كلمه، هتتكلمي هقوملك. ايوه ما فعلا، يلا يلا تقومي لي تن تن تن. مش سامعه صوتك والله ما سامعاكي. قاعدين في الحضانه، احنا قاعدين في الحضانه. تعالي اتفضلي اقعدي مكانك عشان انا عايزه انهي الحلقه. عشان انت ضعيفه مش قادره تواجهي. هو ده اللي علمهولك الاعلام؟ هو ده ال 90 سنه اعلام؟ بكلم اتفضلي. برنامج الضيف ده دافع، دي فلوس ناس انت هتضيعها عليه. الضيف ده دافع وعايز يتنجم. حضرتك بتضيع وانت عليا وافقتي فلوس، وجيتي. انا اللي بتضر. اه انا اللي بتضر. بعد اذن حضرتك نكمل الحلقه ننهيها. الضيف دي فلوس ناس. انا اللي بتضر. دي انا فلوس مالي ناس. بفلوس ناس؟ انا مالي؟ امال هو يتنجم على قفا مين معلش؟ قفا مين؟ اه يتنجم على قفايا انا؟ روحي انت اقعدي جنبه، انت هتنجميه لوحدك، انت نجمه معروفه وكبيره هتنجميه لوحدك. طب انا بستاذن حضرتك اتفضلي. لا مش هتفضل. انا بكلم حضرتك، هو ده لغه الحوار ولغه التفاهم. ممكن تقفي ثانيه يا فندم؟ مش هقف. عن اذنك. هو حضرتك هربتي ليه اول ما جينا سيره الدفع وقلتي هندفع؟ هربتي ليه؟ ما- انت ما- قلتي عايز تشتري باكج لنفسك ب 60,000. انا باخدك على قد عقلك. لا انت قلتي على فكره كل ده متسجل عندنا. انت واقف لي على الباب ايه يعني مش هعرف اعدي؟ انا بكلمك كل ده متسجل عندنا، هنزلهولك. اتفضلي خشي، اما هنزلهولك. نزلي. ابتزاز بابتزاز. اتفضلي ما خشي. بخافش، انا ما بخافش. كلمه كمان وهضطر اعمل حاجه انا مش عايزه اعملها. فرجيني بقى، انا عايزه اعرف هتعملي ايه. لا ممكن اعمل كتير. ايه؟ قدامي يلا يلا انا استني صدق. قدامي لو سمحت قدامي افتحي يلا. الباب. ما تفتحش يا ابني الباب ده. قدامي على جوه انهي الحلقه. يلا ايوه كده اسمعي الكلام. طب انت اهو هو نازله زعق يعني. يلا على جوه. اللي بيحصل ده تهريج اقسم بالله. لو سمحتي نيجي نختم الحلقه بعد اذنكم يا جماعه. انت تسكت خالص اصلا ما تتكلمش. انا بكلمها هي بعد اذنك، انا بكلمها هي. دي لو سمحتوا يا جماعه نختم لحد ما الحلقه. يفتحوا الباب مش هطلع. يا فندم هو دافع معاكي فلوس. انت ومع واحد زي ده. طب معلش مختل خدينا على عقلياً قد. اصلا. طب خدينا على قد. شكراً يا عمال أستاذ. يزعق للراجل شكراً على الغلبان ذوقك. اللي بيعمل براحته المايك. براحته. شكرا مفيش على حاجة ذوقك اسمها يا براحته. استاذ. فلوسه يزعق شكراً فيها على اللي هو ذوقك. عايزه. على نفسه يحترم الناس. مش هيحترم حد شكرا على ذوقك. لان هو دافع يا فندم. اللي لو دافع سمحتوا يعمل يا اللي هو جماعة، عايزه. أنا انا عايز قلت لك أختم الحلقة ادفعي. دي، أنا محتاجة شايفة أمشي. كده يعني؟ امال اعمل ايه يا فندم؟ هو يعني دافع. ده فكرك اللي مش دافع فكرة يا يعمل اللي فندم، هو هو فكره عايزه؟ البرنامج. هو فكره البرنامج اللي احنا سامحين فرص للشباب تطلع تعبر عن رايها، تقول انا اشتغلت انا عملت. طب شباب انت جايباني خصوصا دي؟ لو انا مش الشباب اللي شباب. عندهم فلوس. انا واحده ست كبيره حبيبتي. طب انا بستاذن انا فوق حضرتك. ال70. مش هو قال فوق ال70؟ انا فوق ال70. لا طبعا لا طب ما تقوليش كده حضرتك قمر يعني. شكرا. اتفضلي يا فندم. مش داخله. عايزه انهي بس الحلقه. انهيها بقى مع اللي دافع. انا مش دافعه ومش هدفع. كده كده انا مش هاخد راي حضرتك، انا هتكلم معاه هو، هنجمه شويه صغيرين وخلاص. شكرا طب انا شكرا ذنبي ايه بقى؟ وسلام يا انت سلام. هتنجميه هو. ما هو أنا يتنجم ذنبي على إيه؟ قفا مين؟ انا نجوميتي يعني ايه بتقع على كده. قفا مين؟ انا نجوميتي مالي؟ بتقع. لو يتنجم على سمحتوا قفا نخلص مين؟ الحلقه بعد اذنكم. يتنجم على قفا اسكت مين؟ خالص. بعد اذن حضرتك تعالي نخلص الحلقه بعد اذنك. روحي يا حبيبتي. انا دافع فلوس يتنجم كده على وفلوسي قفا تترمي مين؟ في الارض. انت لسه مذيعه. لازم يكون في ضيف يا انت فندم. لسه مذيعه بتبداي حياتك العمليه. فروحي يلا يا جماعة. شوفي الفلوس بقى اللي هو دافعها وبتقولي اي حاجه مقابل الفلوس. هو بالنسبه له واحنا راضيين فخلاص. يمكن هو يعمل كده انا ما اعملش كده. اللي انا بتكلم فيه بهدوء. بصراحه اقول لك اتفضلي. الحقيقه انا مش اتفضلي. قادره اطلع معاكي لان انا غيرانه قوي منك.
انت جميله طب دي وشيك حاجه على جنب، وستايل، دي حاجه على جنب. فمش قادره هبقى اقعد معاكي يبقى في- اعلمك الشياكه والستايل، دي حاجه على جنب مني معلش، ليكي. انا اما دلوقتي احنا البرنامج في شغل بتأثر والله قوي، مش هقدر. للدرجه دي. حلوه زياده وشيك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، مم. الله اكبر، تحسديني، الله يا نور بعد اكبر، اذنك الله اكبر. لو جايه سمحت يا جماعه، يا ريت جايه يا ننجز بقى. شريف، ثانيه ثانيه يا ننجز بقى بعد شريف، اذنكم. ممكن بس ننجم الضيف انا ونخلص. عندي ميعاد في قناه تانية. يا ابني اسكت. يا فندم انا بكلمها هي. الله، هو انا كل ما اتكلم حضرتك بتردي عليا ليه؟ بكلمها هي. طيب يلا عايزين أستاذن ننجز بقى. حضرتك ممكن نخش؟ مش داخله انا هنهي الحلقه يا فندم. خلاص اتس اوفر. طالما انا رايحه مكان مش بيحترم الضيف انا مش هكمل. طب هنحترم حضرتك من غير فلوس، حاضر، هنضطر نحترم حضرتك من غير فلوس. هنضطر. نهار اسود ونايم. انا عايزه امشي. يا فندم يا فندم، ده برنامج، ده حاسبي يا ماما، برنامج. حاسبي حبيبتي. ما تلمسنيش. طب حاسبي. لا لا لا، ما تلمسنيش بجد فعلا، اتفضلي مكانك وما تلمسنيش عشان ما تبقاش مشكله. اتفضلي يا فندم. هو هننهي الحلقه. حضرتك مين؟ طب ممكن تمشيها؟ نعم، انا المذيع يا فندم. ماشي مين ده معانا؟ هو عارف سيستم البرنامج وعارف الضيف اللي طب دفع أنا عايزة وبيحترم أمشي. الضيف اللي دفع. أنا عايزة يعني أمشي. حضرتك كنت قاعده فين؟ في انا اوضه فوق مستنياني في انا اوضه. معرفش. اوضه عاديه، هو كان في اي بي روم وكان الاستاذ يا معاه. جماعه انا وقتي كده مش هينفع كده، بجد مش هينفع. استغفر الله العظيم. الله انا بجد انا ماسك نفسي بالعافيه. لو سمحتوا يا جماعه تعالوا نخلص بقى. يا ابني تعالوا اسكت، نخلص انت بقى. اصلا مستفز. تعالوا نخلص بقى لو سمحتوا بقى. روحي خلصي برنامجك. ازاي من غير ضيف؟ ما هو عندك الضيف اللي لازم. دافع، عايزه مني انا ايه؟ لازم على قفا حد، عايزه ارميه على قفا حد يا فندم. امال على مين طيب؟ لو سمحتوا يا استاذه، هم دلوقتي 5 مفيش دقايق بديل وهنخلص. لحضرتك. لو في بديل صدقيني انا ما كنتش هتعب نفسي وانزل من نفسي واقف اتحرق عليكي، بس مفيش بديل. فممكن نكمل الحلقه وبعد كده نتفاهم في المشاكل النفسيه اللي عند حضرتك وعندي. I'm really sorry. انا عايزه امشي. طب بعد اذن حضرتك اخر مره اهو انا بقول مش لحضرتك قادره انا اقعد اللي معاكي سوري. على نفس الترابيزه، معلش. غيرانه هموت. يعني معلش. راعي ظروفي، انت واحده ست معلش، زيي. معلش معلش يا حبيبتي، معلش معلش. خليني امشي عشان بتجيلي حاله عصبيه يعني. بتعملي ايه؟ بيغمى بتقطعي عليا. في شعرك وحاجات كده؟ وهدومي يا وكده. جماعه يا جماعه اتفضلي يا طيب. يا جماعه انا كل ده بتكلم بادب، انا كل ده ده انا اللي كل ده بتكلم بادب والله علشان العظيم. كل دول تيم البرنامج بتاعي. مش عايزه اعمل وش هم يتضايقوا مني. قدامي على جوه، قدامي على جوه. قدامي على جوه، يلا يا نهار قدامي على جوه في ضيف. مش داخله جوه انا. طب معلش يا فندم احنا متاسفين، اتفضلي. انا اسفه، انا اقف شويه يعني، هننهي البرنامج ونمشي. معلش ذوقي معايا الحلقه بعد اذنك. يعني انت خلاص انت فهمتي ان انا لسه بتعلم، ممكن ذوقي بس معايا الحلقه. معلش معلش من خاطري طيب. لما تبقي تتعلمي لا ابقى اجيلك. طب خلاص عشان خاطري ماشي الحلقه، عشان انا دي هتحاسب عليها. لو الحلقه دي ما طلعتش انا اللي هشيلها للاخر. انا بوطي عشان الناس بعد اذنك، عشان خاطري حتى لو تقدمي نصيحه تقدمي نور بعد اذنك يلا يا انا نور. جايه يا فندم، جايه يا شريف. حتى لو في نصيحه تقدمها لي بره، انت هتمشي وانا اللي هكمل في البرنامج ده. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ معلش تطلعي بس انهي الحلقه بعد اذنك، ولا تنسحيني بره. انا محتاج ولا شغالين معايا بعد كده مش هتحترموني. ممكن تتفضلي يا فندم؟ ما هو انت مش بتحترمي الضيوف معلش. بتوعك. معلش. طب من فضلك انا وانا عايزه اتكلم امشي. بره. ممكن انا يا اللي هشيل نور. الحلقه. انا جايه يا فندم، انا اللي هشيل الحلقه. لو العكس صدقيني انا هخش لك. يعني ايه انا اللي هشيل الحلقه. لو الحلقه دي حضرتك ما قعدتيش ونهايه الفلوس اللي دفعها هضطر انا اللي اشيلها. طب انا عندي فكره، انا هدفع لك الفلوس بتاعت الحلقه لا يا فندم احنا عندنا نزاهه، ما اقدرش اعمل حاجه والله زي ما كده. عندي مشكله. ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. شوفي بكام حرام يا انا فندم. هديهم لك دلوقتي بالكريدت كارد. لا 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 معلش يا فندم، انا لازم شغلي اعمله بايدي يا لا فندم. انا كمان مش هقدر اطلع في حاجه زي كده ابدا يعني. هنقفلها حتى لو ما طلعتش. لا لا هفهمك، هنقفلها مش هتطلع بس نقفلها يا فندم بعد لا. طب اذنك. وبعدين يعني انا عشان كده بس هم ضيعت بيتفرجوا وقتي. هم بيتفرجوا عليا. لا يا فندم انا ايه ساعه وحطيت ميك اب وعملت شعري وده ما كنتش كله محتاجة، اجهاد. ما كنتش محتاجه يا فندم. ربنا قمر ما شاء الله، ما كنتش يخليك. محتاجه يا جماعه خالص. بعد اذنكم يا كلك جماعه انا ذوق. بطلب منكم لو سمحتوا انت لو اسكت سمحتوا- اصلا خالص. لو انت سمحتوا اصلا تعالوا مالكش نخلص لازمه الحلقة. في الحلقه استاذه بصراحة. هبه بعد اذنك بعد اذنك تعالي هبة نخلص بقى الحلقه ايه عشان انا وزفت فلوسي ايه؟ كده معلش يا بتنزل استاذ هبه غلط. فعلا. لا لا معلش. عشان بعد إذنك يا خاطري أستاذة الموضوع. هبة. لو العكس صدقيني حتى عايز تديني نصيحه يبقى بره بيني وبينك. مش عايزه اديكي نصيحه ولا حاجه يا معلش. ستي. انا مش عايزه ادي عشان نصايح خاطري لحد. انت اشيلك الحاجه انا في وش. عايزه امشي. طيب. ممكن امشي؟ بعد هنهي الحلقه. بعد اذنك طب خلاص هنخلص الحلقه علشان هم ما هيقدروا. تتكلمش انت هم اصلا هيقدروا يا خالص. فندم يا فندم بعد انا بكلمك اهو بهدوء لو سمحتي هم ما هيقدروا. تتكلمش انت اصلا معايا يا فندم هم خالص. هيقدروا انا ما دلوقتي تتكلمش انا معايا. خايف على نور. انا خايف على نور دلوقتي لو سمحت تعالي هنخلص ما هو الحلقه. ايه يعني لو هي نور مش خايفه على نفسها انت هتخاف عليها؟ اه طبعا انا خايفه على نفسي، بقول لحضرتك ممكن لو سمحتي تفضلي. عشان دي مش بعد اول مره كل نشتغل اللي مع انت بعض. قلتيه والتجاوزات والتطاول عايزاني ادخل بعتذر لك يا معلش فندم. بعد إذنك مفيش حاجه خلينا- اسمها يا- بعتذر لك. يا استاذه هبه الموضوع أستاذة منتهي هبة، بعد مش إذنك. داخله هوا. بعد اذنك بس بعد انا اذنك بعتذر بعد حضرتك اذنك على خلينا حضرتك. نخلص بس الحلقه
خلينا الناس دي ذنبها أنا ايه؟ بعتذر الناس اللي لك يا شغالة دي فندم، ذنبها أنا إيه؟ بعتذر كله لك. هيتضر لان عاملين كله اعتذار. جاي من الفلوس اللي انا دافعها للحلقه. هياخدها انا لو يا الحلقه دي فندم. ما خلصتش مش هدفع، مش هكمل بقيه الباكج اللي هدفعها. عمل كده اكتر الناس من دي كلها مره. هتتضر. فلوس ايه اللي انت دافعها؟ ودافع فلوس ليه؟ دفع 45 يا فندم بقى دي حاجه تخصني انا. ايوه بعد انت إذنك. دافع فلوس عشان انا ذنبي ايه طيب؟ اللي حصل يا فندم لو سمحتي خليه، عشان في ناس كتير هتتضر مالهاش ذنب. خلاص يعني ده الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. حضرتك عايزه تضري الكرو كله؟ خلاص لا طبعا. طب خلاص بعد اذنك خلينا نخلص الحلقه. بعد اذنك خلينا نخلص الحلقه. معلش يا فندم احنا اسفين. دقيقة بالظبط هننهي وخلاص، ممكن تاخدي حاجتك معاكي. عايز تسيبيني سريح؟ معلش يا مش استاذ هقدر هبه. اكمل، لا كرامتي. لا كرامتك فوق راسنا والله يا فندم، بس انت مش فاهمه ايه اللي ممكن يحصل. انت مش مستوعبه، هو لو خد فلوسه انتهينا. الناس دي كلها القناه هتقع والبرنامج هيتقفل. بعد اذن حضرتك انا بستاذنك اهو من غير اي حاجه خالص. القناه ايه حتى اللي هتقع؟ القناه دي ايه؟ مش هتقع ولا حاجه. البرنامج بتاعي ولا القناة يقع. شغال عادي. البرنامج بتاعي ولا يقع. بعد انا بستاذن حضرتك تقعدي بس، انا هنهي الحلقه وهنقوم. في كلمتين عايز تقولهم لي بره نقولهم على جنب بيني وبينك، مش لازم يبقى قدام الناس اللي انا بشتغل معاهم. اتفضلي حضرتك، شكلك يعني محترم وطيب وكده. معلش بقى اذن حضرتك اتفضلي. شكرا لحضرتك جدا. اشيلهم لك يلا اتفضلي. شكرا اتفضلي. على فكره ولا عشانك ولا عشانه، انا علشان الكرو ده ماشي، ملهمش اتفضلي. اي ذنب في القرف ده. عايزين بس نشيل الموبايل واحنا بننهي عشان الكاميرا ما تجيبوش. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين في برنامج المناظرة، اللي هو أصلا مش مناظرة، هو الهبيدة مقالب. يعني انت طب استني خلي المايك موجود يا استاذه. مستفزة قوي قوي. بجد انا اسف بجد. ماشي. فرصه سعيده جدا جدا ان حضرتك نورتينا. طب حضرتك موافقة نزاحها؟ زيعي. شكرا جدا ليك. شكرا يا فندم. يا حبيبتي شرفتي بيك. كل سنه وانتم طيبين.